اقرا شويه عن الموبيل، اقرا شويه عن الويب، اقرا شويه عن التستنج، اقرا شويه عن الاي اي وهكذا، وخد باك جراوند كويس عن كل حاجه من دول، بس ركز جدا بقى في مجال منهم ما تتشتتش خلاص. يعني خليك هو ده المجال بتاعك، وركز قوي بقى ازاي هبقى شاطر جدا في المجال ده، وما تشتتش نفسك بقى باي حاجه تاني خالص. طيب بمناسبة التشتت، أنا دلوقتي داخل أتعلم في الكلية أو هبدأ الكارير، قدامي تراكس كتير وتكنولوجيز كتير وفريم وركس، يعني أتعلم موبايل ولا أتعلم ويب ولا أتعلم اي اي ولا تيستنج. فهو فعلا الموضوع في البداية بيكون صعب، فالناس تختار بيزد على إيه؟ بص، خلينا الاول نتفق على حاجه، ان انت اي كارير من دول انت هتتعلمه وهتتقنه بشكل كويس، هتلاقي فيه فرص كويسه جدا فيه. فالشاطر هو اللي بيركز ازاي يتفوق او يتميز اكتر في المجال ده، اكتر ما بيركز ويضيع وقت في ان هو يقارن ما بين المجالات دي. يعني في ناس ممكن تقعد سنه كامله بتعمل مقارنه، هتعلم ده ولا اتعلم ده، وشوف طب ما انت السنه دي لو كنت اصلا ركزت فيها في مجال معين منهم كان زمانك بقيت شغال، حتى يا عم لو المجال ده هو اقل مجال فيه فرص في المجالات التانية.